بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بإذن الله تعالى الموضوع ديالنا اليوم وهو الإسلام والجن. بزاف ديال الناس كيتسائلوا وكيسولونا بإذن الله واش ممكن الجن يسلم، واش ممكن الشيطان يسلم. أنا اليوم إن شاء الله تعالى غادي نجاوبكم باش نوضح لكم أكثر، يعني نقرب لكم الفكرة والصورة باش يمكن العقل البشري يفهمها ويتقبلها بإذن الله، لأن العقل البشري أمام هذا العالم اللي هو العالم الآخر، العالم الخفي، ضعيف جدا. يعني في حوايج اللي هي خارقة للعادة ما يتقبلهاش العقل البشري، وهذا كيتسمى العالم الخفي، وهو عالم الجان، عالم الروحانيات. لأن بزاف ديال الشيوخ كيقولوا لك العالم الغيبي، بزاف الناس كيقولوا العالم الغيبي. انا كنقول لكم هذا ليس بعالم الغيبي، لان لا يعلم الغيب الا الله عز وجل في علاه، وحنا كنعرفوا شي حوايج على هذا العالم، يعني نعلم في هذا العالم ما علمنا الله. والله عز وجل هو علام الغيوب ولا يعلم الغيب الا الله، فاذا هذا ليس بعالم الغيبي، ولكن هذا العالم الاخر والعالم الخفي، لأنه الواقع والحاضر والماضي، باش الناس تصلح في هذا الخطأ. واللي غادي نقول لكم بإذن الله تعالى، هل الجن يسلم أو لا، أو الشيطان يسلم أو لا. الله عز وجل أشنو قال في القرآن في الكتاب الكريم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني هما مخلوقات خلقهم الله عز وجل كيف ما خلقنا احنا، وكرمهم الله عز وجل كيف ما كرمنا احنا على بزاف تاع الخلق والخلائق، منهم الحيوانات والى اخره. والله عز وجل قال اليوم وما خلقت الجن الا والانس الا ليعبدون. يعني الله تعالى جعل في رؤوسهم عقول وفي صدورهم قلوب، يعني عندهم عقول يفقهون بها، وعندهم قلوب يعني عندهم احاسيس ومشاعر، ولكن هم راهم بحالنا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائقا قددا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وإبليس كان من الجن، كان في الجنة لما أمره الله عز وجل في علاه أن يسجد لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين، ثم طرده الله عز وجل في علاه من رحمته ومن الجنة، لأنه قد كفر بالله تعالى وتكبر على الله، والعياذ بالله، وعليه اللعنة إلى يوم الدين. فاللي خصكم تعرفوا أخوتي، وأن الله تعالى قال لكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإبليس أصله من الجن، وأي شيطان هو أصله من الجن، ولكن لما يكفر بالله عز وجل يصبح شيطان كالإنس. الإنس لما يخرج على الإسلام، إذا خرج على الإسلام فقد كفر بالله عز وجل، فهو يسمى بشيطان، لأنه يقول لك يقوم أعمال شيطانية، منهم الزنا وشرب الخمر والنميمة والوساويس، يعني بين المسلمين، ويحارب الإسلام والمسلمين، يحارب دين الله عز وجل، فهو من حزب الشيطان، من إبليس، فهو خرج من ملة الإسلام ولو هو إنسي، فأصبح شيطان. لأن احنا المغاربة كنقولوا له، يعني العرب كنقول الله يحفظك من شر شياطين الإنس، يعني كاين شياطين الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس وشياطين الجن. وحنا الإنس فينا يهود، فينا نصارى، فينا كفار، فينا ملحدين، فينا مشركين، وأكثرهم أسلموا لله عز وجل، كيسلموا لله تعالى.
فكذلك الجن أو الشياطين حتى هم فيهم اليهود، فيهم النصارى، فيهم الكفار والمشركين والملحدين، وكاين اللي ما عنده كاع حتى شي ديانه. يعني الى سلم واحد البشر بشري سلم، يعني راه الجن يسلم باذن الله تعالى. اللي كيقولوا هو شيطان راه يسلم باذن الله تعالى، من غير دوك العصاة والابالسه والكبار. الجن والشياطين اللي كيدخلوا الاجساد المسلمين بالاسحار او بالعين او بالحسد راه ممكن يسلم، لان سلم البشر واحد يهودي راه جني يهودي راه يسلم باذن الله لما يتبين له الحق. واعظمهم واكثرهم كيسلموا في مجالس الرقيه او لا على يد المريض. يعني الا كان داك المريض مصاب وكيكثر من العبادات والطاعات وقراءه القران، داك الجن اللي في الجسد راه المشاعر ديالو كتتحرك والعقل ديالو كيتحرك وكيدخلوا الفهم والاقتناع بالاسلام. يعني كيشوف ديك القوه وطاقه القران، قوه وطاقه القران والايمان، وكيشوف العذاب اللي كيدير داك الانس او داك الانسيه وهي صابره باذن الله تعالى، ولتلجأ الى ربها بالصلاه والطاعات وقراءه القران والصيام والقيام ولا تكفر بالله عز وجل. يعني كيشوف هو داخل بسحر ديال الكفر والزنا والفاحشه والرذيله والفتنه، ثم لم ينجح في المهمه ديالو. يعني كتشوف ديك الامه او داك العبد يلا كيزيد يتقرب الله عز وجل، فهنا كيدخلوا الشك في العاقده ديالو وفي الدين اللي راه هو اللي متبع، ثم يلتجئ الى الاسلام وكيولي كيدير البحث ديالو حتى هو، حتى كيقتنع باذن الله تعالى بان الله حق والدين حق والاسلام حق ومحمد رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام حق، ثم يسلم الى الله عز وجل. واكثرهم واعظمهم سلموا في مجالس الرقيه بعد حصاص. يعني كيجي عند الراقي كيرقي ديك الامه او داك العبد المريض، ثم داك الشيطان يتاثر عن بعد. يعني في الاول كيقول لك فهذا ساحر، هذا ساحر اتى بكلام، هذا الكلام هذا سحر، وهو رغم ان الراقي كيقرا عليه القران الدعاء وكتاثر فيه من بعيد، فكيستغرب الشيطان، يتعجب الشيطان، كيقول شوف انا دخلت لهذا الجسد باش نادي خصني نخليه، يعني ونقوم باسحار وبالطقوس وعقاد ورابط والى اخره باش ناثر على الجسد. كيفاش هذا الراقي عن بعد بينه وبينه متر او 2 متر وكيتحكم فيها، يعني بالكلام ديالو كتعذب، فهذا ساحر. وهذا ليس غريب علينا، لان الرسول عليه الصلاه والسلام نعت بالساحر والشاعر والمجنون. كل من اتى بالحق على الكافرين والقوم الظالمين والضالين ينعت بالساحر والمجنون والكافر في الاول، ولكن لما يتبين لهم الحق باذن الله تعالى كتدخل لهم القناعه باذن الله تعالى، فهنا يسلموا لله تعالى من بعد الحصص. الحصه الاولى الثانيه كيشوف بلي كلام الله كيأثر فيه، فهنا كيقتنع بالدين وبكلام الله عز وجل وكيسلموا لله تعالى. فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا كلام الله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير. واسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلكم من أهل الصلاح والفلاح والمبشرين بالجنة في الدنيا قبل الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله المستعان.